إنها الجنة عباد الله التي عرفها الله عز وجل لنا. فإن سألتم عن تربتها وأرضها فهي المسك والزعفران، وإن سألتم عن سقفها فهو عرش الرحمن، وإن سألتم عن بلاطها فهو المسك الأذفر، وإن سألتم عن حصبائها فهو اللؤلؤ والجوهر، وإن سألتم عن بنائها فلبنة من فضة ولبنة من ذهب، وإن سألتم عن أشجارها فما فيها من شجرة إلا وساقها من فضة أو ذهب، لا كما في الدنيا من أشجار الخشب والحطب. إن سألتم عن ثمارها فأمثال القلال ألين من الزبد وأحلى من العسل. إن سألتم عن ورقها فأحسن ما يكون من رقائق الحلل. إن سألتم عن أنهارها ففي الجنة أنهار من لبن لم يتغير طعمه، ومن خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى. أنهار الجنة تجري في الجنة ليس لها أخدود، إنما هي سائحة على وجه أرض الجنة في منظر مهيب ومشهد مدهش. وإن سألتم عن طعامهم ففاكهة مما يتخيرون، ولحم طير مما يشتهون. وإن سألتم عن شرابهم فالتسنيم والزنجبيل والكافور. وإن سألتم عن آنيتهم فآنية الذهب والفضة في صفاء القوارير. وإن سألتم عن سعة أبوابها فما بين المصراعين من مصاريع الجنة مسيرة 40 من الأعوام. وإنه والله ليأتين عليه يوم وهو كظيظ من الزحام. وإن سألتم عن ظلها ففيها الشجرة الواحدة يسير الراكب المجد السريع في ظلها 100 عام لا يقطعها. وإن سألتم عن سعتها وحجمها فأدنى أهلها يسير الراكب في ملكه وفي سرره وفي قصوره وفي بساتينه مسيرة 2000 عام. وإن سألتم عن خيامها وقبابها فالخيمة الواحدة من درة مجوفة طولها 60 ميلا من تلك الخيام. وإن سألتم عن ارتفاعها وقصورها فغرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار. فلا إله إلا الله.